في الأسبوع الثالث. احنا الأسبوع الثالث من الورش والمبادرات بتاعة مبادرة الصيف من السيميفاي أكاديمي. معاكم أنا سارة وطني إن شاء الله، ومدرب معتمد، ومعانا ميس علا كمان مدرب دولي معتمد. وهنقدم لكم النهارده ورشتين باذن الله. الورشه الاولى عن الاكزit تيكت وازاي نصمم اكزit تيكت. اللي فات زي ما اتفقنا، زي ما قلنا قبل كده، عن الاستراتيجيات وعن الاسسمنت، التقييم، ازاي اقيم فهم الطلبه. فمن الحاجات الحلوه جدا اللي انا بقدر اقيم بيها فهم الطلبه او اقيم بيها مدى تحقيقي للاهداف بتاعه الحصص بتاعتي هي الاكزit تيكت، اللي هي تذكره الخروج، او طريقة بيبقى سؤال سؤالين حاجة بسيطة بقدر ان انا اقيم بيها فهم الطلبة للاهداف بتاعتي. في ناس بتعمل بقى انتري تيكت، تذكرة لأول الحصة، بحيث ان انا اعرف هم فاكرين ايه من الدرس اللي فات. ممكن اعملها على اخر الحصة على اللي احنا اخدناه الحصة دي. ممكن اعملها في نص الحصة لو انا عايزة اقيم حاجة تانية، بس طبعا كل مرة بيبقى ليها اسم مختلف على حسب الوقت بتاعها، على حسب الوقت بتاعها اللي احنا بنعمله فيها. ومش لازم تبقى كلها بنفس الشكل، مش لازم كلها تبقى بنفس الطريقة، ولكن الهدف بتاعها واحد، هو تقييم فهم الطلبة وتحقيق الهدف بتاعي من الحصة اللي أنا بديها. طيب خلونا نعمل بقى شير سكرين ونبدأ. طب كده أنا عملت شير سكرين وفتحت. طبعا اللي عارفني أنا عارف إن قد إيه بحب تشات جي بي تي وبستخدمه كتير جدا، وهو من يعني الحاجات اللي أنا بستعين بيها بشكل كبير في حاجات كتير قوي. طبعا بنقدر نستخدم جيميناي، بنقدر نستخدم شات جي بي تي، بنقدر نستخدم اي اي تول. حبيبتي يا مريم، هشوف انتي قصدك على اي كورس، بس خلينا نخلص بس الجزء ده، يعني خلص الجزء بتاع السيشن النهارده واجاوب على كل الاسئله بتاعتك. حاضر. طيب، التذكرة والخروج او معايير او التقييم او الاسسمنت على الاهداف بتاعتي هيبقى ازاي؟ اول حاجه طبعا انتوا عارفين لما باجي بروح لتشات جي بي تي او اي اي تول بطلب منها تاسك معين او مهمه معينه، مهم جدا ان انا اكون بشرح لها انا مين وعايزه ايه بالظبط. فانا لما اجي اروح لتشات جي بي تي واحتاج منه تذكره خروج او اكزيت تيكت، او بدايه للدرس او نشاط تهيئه او حاجه ختاميه او حاجه، اي حاجه بقى انا عايزاها، لازم اشرح له بالظبط اللي انا عايزاه. فهقول له انا مدرسه ساينس، هدي له مثال على نفسي، وبعدين انتوا هتجربوا علشان نشوف النتائج مع بعض زي ما بنعمل كل مره. طب عشان اخد من شات جي بي تي احسن نتيجه، مهم جدا ان انا اخد او اكتب برومت مظبوط. اللي بيستخدم اي اي، كلنا طبعا بنستخدم اي اي وعارفين ان كل ما كان البرومت افضل كل ما كانت النتيجه احسن. طيب هعمل ايه هنا؟ هروح لتشات جي بي تي وهبدأ اطلب منه برومت. انا مش هعمل حاجة، انا بس هقول له انا عايزة برومت، وهقول له انا مين وعايزة ايه، وانا ايه الحاجة بقى النتيجة اللي انا عايزاه يدهاني. طيب هنا اكتب هنا اهو، انا مدرسة ساينس، وهعمل واحدة عربي واحدة انجليزي، يعني هعمل عربي وانجليزي. اوكي، انا ساينس تيتشر. دخلنا لشات جي بي تي تاني، هبدأ اوصف له تاني الحاجات اللي انا عايزاها. ايه الحاجات اللي انا عايزاها؟ انا مين. طيب المره اللي فاتت كنا جربنا بالانجلش ما كملناهاش، بس مش مشكله، نعمل دلوقتي واحده بالعربي. هقول له اهو انا معلمه علوم مثلا يعني. اوكي، الدرس عن الخليه. طيب هدف الدرس ان الطالب يفرق بين انواع الخلايا مثلا يعني. اوكي، انا محتاجه ايه؟ انا محتاجه تذكرة خروج تذكرة خروج، لتقييم مدى فهم الطلبة. تمام. طيب، هل بكتب كده بس؟ لا، مش بكتب كده بس، انا لازم اقول له في الاخر بقى انا عايزه برومت. اصلا انا مش عايزه هو يديني معلومات، انا عايزه برومتس اهو، برومتس فقط. تمام. والكلام ده احنا بنكتبه عربي او بنكتبه انجلش، يعني احنا بنكتب الكلام ده سواء بنكتبه بالعربي او سواء بنكتبه بالانجليزي، هو نفس الحاجه بنفس الطريقه. ماذا حدث؟ في ناس احنا، برافو يا نسمة،
بس يا نسمة انت عاملة 4 مع بعض في نفس الحاجة. انت ممكن تكوني طلبتي اكتر من نوع او اكتر من طريقة للأسئلة، فبالتالي اداهم لك كلهم في ورقة واحدة. انت لو بقى نفس الورقة اللي معاكي دي عايزاها تبقى كل واحدة مناسبة للطباعة او جاهزة للطباعة، فانت هترفعي له او على نفس الشات ده هتقولي له انا عايزة برومت لكل صفحة، او يا اما تطبعيها كده وتقسميها 4، لانه كده كده الاكزit تيكت بتبقى حاجة صغيرة وما بتبقاش محتاجة ان انا اخد ورقة كبيرة يعني A4 كاملة يعني. فهي ممكن اسيبها كده 4 واقصها عادي بتبقى احلى. طيب اوكي، بصوا معايا اهو سمى تذكرة خروج كذا كذا. اوكي، انا هاخد الكلام ده كوبي كده وافتح من هنا. الناس اللي كانت بتسأل على الايمج منين، هضغط على كلمة مور هلاقي ايمج. نسيتني ازاي بتاعي اهي ايمج اهي ظهرت. مفيش حاجة موجودة. انا بحب اللابتوب بتاعي يا جماعة، اللابتوب بتاعي قرر يعمل. طيب معلش يعني انا بحب اللابتوب بتاعي. طيب ادي الايمج اهو، اديله البرومبت بتاعي اللي انا اخدته من هناك وادوس انتر واسيبه يطلع النتيجه. هنستنى بس النتيجه بتاعتي تظهر ونعمل واحده تانية بالانجلش. وعايزاكم برضو تطبقوا كده وتورونا الحاجات اللي انتوا هتعملوها. طبعا عايزين الحاجه تبقى differentiated، عايزينها مستويات مختلفه، عايزينها الالوان. لو انتوا عندكم ثيم معين او طابع معين للحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها اكتبوها. بس اهم حاجه اهم حاجه ان انا بكتب كل التفاصيل اللي انا عايزاها، وبعد كده بقول له انا عايزه برومبت ما تعملش حاجه الا لما انا راجع على اللي انت هتديهوني الاول. فيديني البرومبت التفصيلي اللي هو هيفهمه بعد كده علشان يعمل منه الاكزit تيكت اللي انا عايزاه. طبعا هو كده بيصمم الاكزit تيكت، احنا هنستنى بس يخلص ونشوفها بقى مع بعض. في حد عمل حاجة كمان يبعت لنا؟ اوكي. اه ممكن طبعا بتشات جي بي تي المجاني جدا. انا معايا ماشي. انا معايا الاكونت او بشتغل بالاكونت البلس بس عشان انا بحتاجه. بس الاكونت المجاني قعدت يعني سنتين مثلا او اكتر من اول ما تشات جي بي تي طلع وانا بستخدم الاكونت المجاني. فعادي جدا. برافو يا اماني. طبعا يا جماعه ابعتوا على الواتساب احلى علشان ايه اقدر ان انا اشوفها معاكم اكتر. اماني عامله حاجه عن الديتكتيف ميشن بكونان، ونسمة عملت. بس دي ورقة عمل يعني، دي مش تذكرة خروج. أنا حاساها دي ورقة عمل كبيرة. لو أنا بقى حد حابة تذكرة خروج صغيرة تبقى بتتعمل مثلا في آخر 5 دقايق في الحصة، فهي بتبقى ورقة صغيرة كده فيها سؤال أو سؤالين مثلا. بس أهم حاجة زي ما مس علا قالت قبل كده، ما يكونش فيها أو ما كنش بسألهم أنتوا فهمتوا ولا لأ. لأن أنا لو قلت لهم أنتوا فهمتوا ولا لأ هيقول لك إحنا فهمنا. او لو قلت لهم انتوا فهمتوا قد ايه يقول لك فهمنا كل حاجه. لازم يكون حاجه هو يجاوب عليها، هو يكتبها. تذكره الخروج، يا حد كان بيسأل. تذكرة الخروج هي طريقة لتقييم فهم الطلبة وتقييم مدى نجاحي في تحقيق هدف الحصة. أنا الحصة بتاعتي ليها هدف إن الطلبة تفهم كذا كذا كذا. طبعا تفهم دي احنا اتفقنا إنها مش الفيرب، مش قابل للقياس، فما ينفعش أقول إن الطلبة تفهم كذا كذا. إنها تفرق بين أنواع الخلايا، إنها تكتب 3 أرقام بيبدأوا بحرف 3 كلمات يبدأوا بحرف الألف. كل الحاجات دي قابلة للقياس بقدر أقيسها، فده الهدف بتاعي. انا الهدف بتاعي ده هقيسه ازاي في اخر الحصه؟ هعرف منين الطلبه فهمت ولا لا؟ من الاكزيت تيكت او تذكره الخروج. برافو يا اماني. to check their understanding. شكرا. طبعا بصوا هو هنا عمل لي تذكره خروج بس هي كبيره قوي يعني، دي ممكن تحتاج وقت اطول. بس هي هنا صنف كيف واذكر فرقين وقيم فهمك. اوكي يعني وعاملها differentiated وعاملها فيها سيلف اسسمنت، تقييم ذاتي، انا بقيم نفسي. وممكن كمان احط معاها بقى لو انا بدور على حاجات فيها تفاصيل اكتر زي التقييم الذاتي التقييم اقران. لو انا عايزه بير اسسمنت عايزه سيلف اسسمنت فاقدر اقول له انت في نفس الورقه دي اللي هي بتاعت الاكزيت تيكت حط لي تقييم ذاتي وحط لي تقييم اقران وحط لي انواع مختلفه من الاسئله، بحيث اني ابقى طبقت حاجات كتيره من اللي دايما بتطلب مننا دايما في الحصص بتاعتنا. لا بيرضى، بس انت ممكن تكوني مخلصه الليميت بتاعك.
الصيغة المختصرة انتي قولي له بعد كده انا عايزاها سيمبل مثلا، عايزاها تبقى مش A4 بقى، انتي هتقولي له انا عايزاها 4 في واحدة A4، يعني ايه تبقى ربع صفحة. يعني انا ايه، بس قولي له بس ان انا مش عايزاها كبيرة كده، انا عايزة حاجة اصغر، عشان كمان لو في طباعة او كده المدارس ما بيبقوش يعني احسن حاجة في موضوع الطباعة. طيب تحفة طبعا يا جماعة، تطبيقات جميلة جدا جدا. A5 برافو، شكرا لك. A5 شكرا يا نرجس. أول مرة تستخدمي، لا بيشتغل بالمجاني، جربي بس تاني، جربي تاني. ممكن تبعته على الواتساب الناس اللي بتطبق. ومع تاني بعتذر برضه عن الناس اللي ما عرفتش تحضر، بس هي إن شاء الله هتنزل على على اليوتيوب. برافو الناس اللي بتطبق بعتت، جميل والله جدا جدا. طبعا تقدروا تعملوها بأي شكل انتوا عايزينه، لأي حاجة عامة بقى. والله انتوا عايزينها ورك شيت، ورقة عمل، عايزينها اكزا تيكت، عايزينها نشاط، عايزينها حتى لو انتوا فتحتوا بنترست مثلا وعجبتكم حاجات معينة وخدتوا الشكل بتاعها ده ورحتوا لتشات جي بي تي وقلتوا له بص احنا الشكل ده مناسب وعجبنا واحنا عايزين نستخدمه، نصمم بيه حاجة مناسبة للمادة بتاعتي. فبتكتبي له كل المواصفات. اهم حاجه انه لما اجي اطلب منه ما اطلبش منه التاسك دايركت، يعني ما اطلبش منه دايركت على طول الحاجه اللي انا عايزاها. اكتب له التفاصيل كلها الاول، واطلب منه برومبت مناسب للحاجه اللي انا عايزاها سواء بالعربي او بالانجليزي. وبعد كده ما اطبقش، انا مش بحب اطبق في نفس الصفحه، انا بحب افتح واحده تانية معاها، علشان لو في حاجه عايزه تتعدل في البرومبت برجع للصفحه اللي فيها البرومبت اقول له لا البرومبت ده مش مناسب، عدل لي البرومبت ده، شيل كذا حط كذا، وبعد كده اخدها تاني اروح على صفحة الصورة عشان ما اتلخبطش في التطبيق. فانا بحب دايما لما اجي اشتغل في صفحتين مع بعض زي ما عملت معاكم قبل كده في المرات اللي قبلها يعني. اقصى عدد للاسئلة نسأل مساولة، ما هو اقصى عدد للاسئلة للتقييم في تذكرة الفروق؟ سؤال. سؤال. ممكن سؤالك. ممكن سؤالين لو انا عندي اكتر من هدف. لو ليها وقت. لو في وقت، ولو عندي اكتر من هدف، يعني لو انا عايزه اقيم اكتر من حاجه، او لو انا عايزه احط زي ما قلنا كده مثلا تقييم ذاتي وتقييم اقران، فهنا هتحطي كذا حاجه. بس هي غالبا الاكزit تيكت بتبقى احنا عايزين حاجه بسيطه سريعه اعرف بيها نسبه تقريبيه للعدد اللي فهموا واللي وصلوا للهدف بتاعي. يعني لما يجي حد يسالني ويقول لي انت عرفتي منين ان الطلبه فهموا ولا لا، او كم في المية من الطلبه بتوعك في الحصه وصلوا للهدف اللي انت عايزاه، فانا لازم يكون معايا حاجه ايفيدنس او دليل ان هم وصلوا للحاجه دي ببساطه من الاكزit تيكتس اللي انا عاملاها دي. فالناس طبقت وبقى. اوكي، اي اسئله؟ يعني هي النهارده الموضوع خفيف ولذيذ كده وبسيط، وطبعا معلش حصل شويه توقفات في النص كده فمعلش بنعتذر عليها. طيب قولوا لي كده عندكم أي أسئلة قبل ما نبدأ مع ميس علا؟ معلش والله بعتذر على الناس اللي مش عارفة تحضر. ينفع نطبعها على الطبعة طبعا، أكيد أكيد طبعا. شو بتفرق عن ورقة العمل اللي نستخدمها في نهاية الحصة؟ أوكي يا شيماء، طيب خليني أسألك إيه هي ورقة العمل اللي أنت بتستخدميها في آخر الحصة؟ إيه هي ورقة العمل اللي أنت بتستخدميها؟ هل بتستخدمي ورقة عمل كبيرة؟ أو إيه هدف ورقة العمل بتاعت آخر الحصة؟ على حسب الهدف، لأن كله بيختلف أو بيتحدد على حسب الهدف بتاعي من استخدام الأداة دي أو التول دي أو النشاط ده. م-م. ما شاء الله تتناول الأهداف التي تم تناولها في الحصة. حلو حلو، هتسجلي اسمك يا مرمر ما تقلقوش، كله هيسجل اسمك. طيب لو انت بتعملي يا شيماء ورقة عمل شاملة، فهي أولا هتاخد وقت طويل. حاضر أوكي.
فهتاخد وقت طويل. يعني انا لو عملت ورقه عمل فيها 5 اسئله 6 اسئله، اول حاجه هتاخد وقت من الحصه بتاعتي. فعلى حسب انا الوقت اللي انا محدداه في الحصه لكل حاجه. فانا عامله وقت للشرح، عامله وقت للنشاط، عامله وقت للعمل الجماعي، عامله وقت للتقييم الختامي. فعلى حسب انا الوقت اللي انا محدداه. لو انا عامله ورقه عمل كبيره، اكيد انا مش بستخدمها كل يوم وفي كل حصه. بس لو عامله اكزit تيكت فيها سؤال واحد او سؤالين، دي ممكن تتعمل على ستيكي نوت، ممكن تتعمل في الكراسات، ممكن تتعمل في ورق ويتلزق على الشباك، في ورق ويتلزق على الباب. آه، في ناس بتعمل اسمها ايه، باركنج لوت كده، زي جراج كده، ورقة على الحيطة وكتب عليها باركنج لوت كده. و... وتبقى دي اللي انا بحط فيها الاكزit تيكت بتاعت كل يوم على ستيكي نوت. يعني مش لازم الموضوع يبقى فانسي وملون واوفر،